وعشان بقينا بنتعرض لأسئلة كتير محرجة وخاصة جدا في حياتنا، ما بنعرفش نرد عليها للأسف. زي انت مرتبك كام، أو بتكسب كام من مشروعك الفلاني، مدارس عيالك بكام في السنة، صرفت كام في السفرية الفلانية، وغيرها من الأسئلة اللي مش بنحب نرد عليها، وفي نفس الوقت بنتحرج وما بنعرفش نخرج من المواقف دي ازاي. اوعى تدي فرصة لأي حد يسألك عن حاجة خاصة في حياتك. اوعى تدي فرصة لأي حد يتدخل في أمورك الخاصة، غير مسموح تماما. والصح إنك ترد بكل شياكة ولطف وتقول مش حابب أتكلم في النقطة دي أو الموضوع ده، مش حابب أرد، بكل بساطة جدا. لأن ببساطة اللي بيسألك ده ما تكسفش إنه يسألك عن شيء خاص للدرجة دي بدون أي مبرر لسؤاله. فأنت كمان ما تتكسفش إنك ترد عليه بالحدود، وإنك تعرفه حدوده فين معاك، وبكل لطف وأدب. وخليك فاكر إنه طالما تدخل فيما لا يعنيه، يبقى واجب عليك تسمعه ما لا يرضيه. عادي جدا. بطلوا تتكسفوا، وتعلموا إنكوا تعملوا حدود للي قدامكم، وما تسمحوش لمخلوق إنه يتخطاها. في فرق كبير قوي بين كونك شخص لطيف وبين كونك شخص واضح وصاحب حدود.